توفي الفهد صالح السعيد اليوم الاثنين في المملكة العربية السعودية إثر حادث أليم في المملكة العربية السعودية، وهو شيف صاحب مطعم إيجار في المملكة السعودية. وتوفي فهد صالح السعيد في حادث سير مؤسف، وقد تأثرت المملكة العربية السعودية بوفاة هذا الرجل البارز، حيث تمت مشاركة التعازي والحزن في رحيله من قبل الكثير من الأفراد والمجتمع. الإعلامية الكويتية المعروفة فجر السعيد نشرت منذ قليل نعي على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر، نعت فيه ابن شقيقها الفهد صالح عثمان السعيد الذي تعرض لحادث أليم في المملكة العربية السعودية وفي انتظار عودته لدولة الكويت.